السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضينا الرز المبهر او رز الكبسة او رز المشاوي على حسب ما انتوا بتسموه. الرز دوت يا حبايبي، بصوا، بيمشي مع الفراخ المشوية، بيمشي مع الكفتة، يعني طعمه طعم جدا ولذيذ جدا وحلو خالص. انا عن نفسي يعني على طول بحب اعمله، عشان خاطر ايه؟ يعني معايا بنتي بتحب الاكلات الجاهزه. طبعا بدل ما نشتريه من بره هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه، غير ما احنا بنشتريه من بره طبعا باسعار غاليه جدا. هعمله النهارده ان شاء الله على فراخ بطريقه سهله وبسيطه. كنت عملته قبل كده وعجب ناس كتير وطلبوه مني، فانا ايه حبيت ان انا اعيد الفيديو تاني. ان شاء الله هنعمله بطريقه سهله. اول حاجه كده هنجيب معانا ايه؟ عشان نعمل الفراخ، يعني هجيب معايا حله وانزل فيها بالفراخ، يعني هنزل بالفراخ بتاعتي وهحط بصل وهحط البهارات اللي انتوا عارفينها. تمام. هنا معايا ورق لورا ومعايا حبهان، يعني كل البهارات اللي ايه اللي حابه تحطيها طبعا في الشوربه بتاعتك عشان ننكه الشوربه بتاعتنا. ومرق الدجاج وفلفل اسود وحبهان وورق لورا زي ما قلت لكم برضو. كل الحاجات الحلوه هحط برضو ان شاء الله، هحط برضو اللهم صل على النبي. ده الملح عشان خاطر طبعا انا هعملها في الحله السب ديت او الحله اللي هي الضغط او البخار. ماشي. وهنحط برضو اللهم صل على حضرة النبي، هحط برضو كمان جوز الطيب تدي الشوربه طعم حلو قوي، وهحط طماطم. كل الحاجات دي بتخلي الشوربه بتاعتنا كده، بتعزز الطعم الشوربه وتنكهها كده، وتبقى الشوربه بتاعتك الله عليها. حابه بقى تخليها تعملي بقى منها محشي، تعملي انا هعمل منها برضو الرز. ولو في حاجة اتبقت طبعا بشيلها في الفريزر. لو عاملة محشي بطلع كده ايه اسقي منها المحشي بتاعي، بتبقى تحفة جدا، لان انت ايه منكهاها ومطعماها وحاطه البهارات والتوابل ايه بتاعتك، اللي هي هتخلي الشوربة ديت توديها في حتة تانية خالص. لازم ندي الحاجة حقها، زي ما بقولك كده على رأي المثل، ما نبوظش الطبخة على بملين فلفل. هنا دي جوزة الطيب برضو كنت يعني باخد كده بوش السكينة، مش هكتر برضو منها، وهطفي عليها، قصدي هقفل عليها وهدخل بقى على الرز. هنا بقى كانت الفراخ استوت، وخدت الحلة تاني برضو عشان اعمل فيها الرز. هنزل بمعلقة كده من السمنة. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة، والله مفيش حاجة صعبة. وكمان هنزل بمعلقتين 3 كده من الزيت. انا مش هكتر في المادة الدهنية لان الشوربة بتاعتي دسمة، يعني مش محتاجة دهون كتير، وانا مش حابة ان الرز يبقى كله كده يعني سمنة او زيت كده وانا باكله، لا عايزاه يبقى حلو. هنا هنزل ببصلة كده متخرطة، وهنزل برضو بشوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود. هننزل برضو بشوية كده من الفلفل الاسود. بصوا، بصلة يعني لازم يتحط لها ملح وفلفل اسود، شوية كده صغيرين مش كتير، عشان ده ايه للرز، يعني حوالي ربع معلقة كده صغيرة، لان المعلقه بتاعتي انا دي بتاعت التوابل مش كبيره. هنحط بقى قرنفل وحبهان، وهنحط قرفه خشب، وهنحط لومي. كمان هنحط معانا نص معلقه كده من الكركم. وهنا انا نسيت برضو احط ورق لورا، كان المفروض حطيت برضو ورق لورا، بيدي الرز طعم حلو. وهنا دي نص معلقه كده من القرفه البودر، برضو بتطعم برضو الرز كده ويبقى طعمه جميل. ودي خلطة كده ايه، خلطة كده بنجيبها بهارات كده بتاعت كبسة، بنجيبها من اي سوبر ماركت او من عند العطار، دي جاهزة مخصصة كده للرز البسمتي. بس انا بقى ايه يعني بحط التوابل التانية عشان اعزز الطعم، عشان انا ايه بحبه طعمه كده يبقى متبهر كده يعني حلو، عشان يبقى له طعم جميل كده.
كل ما طبعا بتحطي بهارات كل ما الرز بتاعك بيبقى متطعم حلو، بيبقى طعمه جميل. هنا دي كده نص معلقه كده من الزعفران. الزعفران دوت ده بودر بيتباع عند العطار، مش غالي، قلت لكم في الفيديو اللي فات برضو. في منه اللي هو اللون البرتقاني دوت، وفي برضو لون كده احمر اهو. هنبدأ بقى نشوح كل البهارات كده مع بعضها عشان تبقى حلوة يعني. وهنا بقى ايه، نزلنا بالرز زي ما انتوا شايفين كده اهو. الرز ده جميل جدا يا جماعة، وطعمه حلو قوي، جربوه مش هتندموا. بصوا لو مفيش الحلة الضغط ديت انت مش ملتزمة ان انت تعملي فيها، بس انا لما ببقى مستعجلة هو انا بحب اعمل فيها يعني، عشان ايه ما تاخدش وقت وكده. غير كده كمية السوائل اللي بحطها للرز في الحلة الضغط غير كمية السوائل اللي لما بعمل رز في حلة عادية. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. هنا كمية السوائل كأنك بتعملي رز عادي خالص يعني. الرز البسمتي اما باجي اعمله في الحلة العادية، لكل كوباية رز كوبايتين من الشوربة او من المرقة او من المية، حسب ما انتي عايزة تحطي. بس كل كوباية رز كوبايتين من السوائل اللي هي الشوربة او المية او اللي انتي ايه يعني هتسقي بيه الرز بتاعك. لكل كوباية كوبايتين. اما في الحلة السب او حلة البخار دي بتبقى كأنك بتعملي الرز عادي يعني، يا دوبك كده ايه فوق الرز بعقلة صباع، شايفين؟ غير كده ما بياخدش وقت. بصوا يعني 7 دقايق، 10 دقايق دي كتير، 7 دقايق بالظبط وهيطلع معاك الرز بطعم وفلفلة وريحة. بصوا تحفة. هنا ده كان قرن فلفل برضو كنت حطيته بس نسيت اقول لكم عليه. هنا انا عشان كنت ساقيه بشوربه فحبيت احط ايه كوبايه كده من الميه. شايفين السوائل يا جماعه اللي انا حطاها قليله جدا. طبعا انا لو في حله عاديه مش هينفع احط الشويه دول، لا ده انا هحط لكل كوبايه كوبايتين يعني، هيبقى يمكن لحد العلامه. هنا بقى هقفل الحله بتاعتي. وطبعا كنت نسيت يعني بعد ما قفلتها، بس ما كانتش لسه شغلت النار يعني، كنت لسه قفلت يعني الحله. حطيت شويه كده من الزبيب بيدي طعم حلو. اهم حاجه قفله الحله ديت لازم. بصوا يعني الحله دي خطر جدا، مع ان هي جميله جدا بس خطر جدا 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 يعني. ديت اعوذ بالله يعني، اعوذ بالله، الله اكبر، لو اتفجرت دي ممكن تدمر بيت كامل. دي لازم تتقفل كويس اوي وليها تعامل. في ناس كتير ما بتعرفش تستخدمها. ان شاء الله في فيديو يعني هبقى اعمل لكم هعمل لكم فيديو يعني، فيديو عن الحله السب ديت ازاي نستعملها وايه مخاطرها والكلام ده كله. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. هنا بقى كانت الفراخ بتاعتي استوت وايه وبحمر فيها يعني. وهنا الرز اهو بوريهولكم، شايفين ما شاء الله يعني من 7 دقايق ل10 دقايق بالكتير قوي هيكون استوى. طبعا احنا قبل كده احنا بنقفل عليها وبنطلع البخار وبنستنى لما يهدى خالص البخار. طبعا بعد ما بنشيل الصفارة ديت بنسيبها لما تطلع كل البخار اللي فيها والحلة تهدى كده، لما احنا بنفتح الحلة، لان الحلة دي خطر جدا زي ما انا قلت لكم، جميلة جدا وخطر جدا يعني. على قد مميزاتها الحلوة على قد بردك لها عيوب، وليها هي مش لها عيوب، لها مخاطر، فربنا يسترها يا رب. هنبدأ كده بقى ايه نغرف الرز بتاعنا. جميل جدا يا جماعة، جربوه يعني، واكلة سهلة وسريعة يعني للناس اللي هي ايه بقى بتحب تروح مطاعم كتير. لا احنا جبنا لكم المطعم في البيت اهو. ادي الفراخ اهي، وان شاء الله تكون عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.